اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. عسى مرحبا بكم في نهار جديد وبارة جديدة. لهنا عندي 450 جرام سميد خشين ومغرفة صغيرة ملح، 60 ملي سمن و60 ملي زيت زيتونة. نجموا تعملوا الكمية كلها زيت زيتونة. نبسوا حبيبات السميد بكمية الدهون اللي حطيناها، نرملوه. الماء يكون دافي، لا هو سخون ولا هو بارد، في درجة حرارة الغرفة. تبعوها بشوية بكمية الماء، ما نعجنوهاش، نلموها لمان. لا تكون جويدة برشا ولا تكون خشينة باش تنضج وتطيب على راحتها. ونحطوها في الكوشة تطيب على درجة حرارة 180 درجة حتى لين تحمر معانا. المدة هي تقريبا 30-35 دقيقة. وسموها محكوكة خاطر كانوا يحكوها بالغربال. فما اللي يحب يهرسها بالمهريس، فما اللي يرحيها بالماكينة الروبو. وبالنسبة للشحور عمل 300 جرام سكر، عليهم 140 ملي ماء. دب ما ذاب السكر زدتها مغرفة متاع ماكلة قارص 8 دقايق اخرين، وزدتها شوية عطرشية وسكرت عليها. ولهنا عندي كمية من الزبيب نفختها في شوية عطرشية كيما تنجموا تعملوا زهر. لهنا عندي مغرفتين سمن، تنجموا تعوضوا سمن بالزبدة، ومغرفة زيت زيتونة. زيت كمية متاع تمر هكا تتقلى. نجموا تزيدوا هنا مغرفة جلجلان، أنا نسيت وزدتها من بعد. نحمروا التمر تقريبا 4-5 دقائق. كما قلت نجموا تحمروا من الأول الجلجلان والتمر مع بعضهم. اللي يحب يزيد الفاكهة نجم يزيد، أنا عملتها بالطريقة هذه. سقيناها بشوية شحور كما تنجموا تعملوا عسل، ونجموا نكتفيو بحلاوة التمر. وزدتها لهنا شوية بفريوة مهروشة. وكانت تبرتنا اليوم محكوكة السميد. نحن نعرفوها زادة بطريقة أخرى، كونه كي في الفروحات كيحلوا دار الفرح صينية البقلاوة، الحراف هذيك متاع البقلاوة هي اللي يردوا منها محكوكة. وكي تجي الناس تهني يفرقوا لهم المحكوكة هذيك. إن شاء الله ربي يفرحكم ويكثر أفراحكم. هذه دبارتنا، ما بقى كان نقولكم في دبار أخرى، وبسلامة.